Free audio post-production by alphonic.com. مساء الخير. الحرب النفسية والشائعات. هو ممكن يكون في حرب من غير جيش؟ أو هل ممكن عدو ينتصر بدون إطلاق رصاصة واحدة؟ ده ممكن يحصل، وده ما يسمى بالحرب النفسية، وهي حرب يعتمد فيها العدو على الخوف، الشك والفزع والضغط العصبي، بيهزك من جوه علشان ينتصر بدون طلقة رصاص واحدة. حرب السلاح الأهم فيها هو الشائعات. الحرب النفسية هي حرب بينتصر فيها عدوك بدون ما يضربك. هدفها الرئيسي إن هي تشكك الناس في بعض، تفقدهم قدرة والثقة في قدراتهم والثقة في قدرات الدولة. هي حرب أرض المعركة فيها بتكون جواك، جوا عقلك. أكتر حاجة بتغذي الحرب النفسية هي الشائعات. كلمة بتتقال، بوست مجهول بينتشر، يبتدي الناس تتداوله، معلومة عن انهيار أسعار السلع، معلومة عن الاقتصاد، معلومة عن مصيبة جاية، ويا سلام لو الناس أمنت وصدقت وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، وبدأت الناس كلها تتكلم في شيء ملوش أساس من الصحة. طب إزاي الشائعات بتتعامل؟ دايما الشائعة بيكون لها نواة في خبر حقيقي. خبر صغير بيبتدي تحوم حواليه بعض الأكاذيب ويتحط له بعض البهارات، يبتدي ينتشر على بعض المواقع المجهولة. وطبعا احنا ابتلينا في هذا العصر بحاجة اسمها المصادر الخاصة، تلاقي كل واحد مشاير خبر يقول لك ده من مصادري الخاصة. ينتشر الخبر من فرد لفرد ومن صفحة لصفحة، وتتحول الكذبة الصغيرة لخبر وشائعة كبرى تنتشر ما بين الناس بسرعة رهيبة جدا. طب ازاي نحمي نفسنا من الشائعات والحرب النفسية؟ أعتقد الموضوع بسيط جدا ويتلخص في كلمة واحدة، وهي الوعي. أي خبر تسمعه اسأل نفسك سؤال بسيط جدا: إيه احتمالية أن يكون الخبر ده صحيح أو شائع؟ إيه مصدر الخبر؟ أحيانا في بعض الأخبار بتنزل على السوشيال ميديا صور عليها لوجو لبعض الصفحات أو المواقع الرسمية وبيقول الخبر. ادخل على الموقع الرسمي نفسه ودور عليه، شوف مين مسؤول اتكلم في الخبر ده، ما تبقاش جزء من اللعبة، ما تبقاش جزء من الحرب. خلي بالك إن كلمة ممكن تهد وكلمة ممكن تبني، يعني ممكن يكون الخبر على هواية فاشتغل وانشر بدون ما أتوثق من صحة هذا الخبر. الحرب مش دايما بالسلاح، أحيانا بتكون بالخوف والقلق والفزع والشائعات. الشائعة بيطلقها عدو وبينشرها جاهل وبيصدقها واحد ما بيفكرش. اوعى تكون جزء من سلاح ضد بلدك. فكر، اشتغل الوعي، ودور على المصادر، وخلي بالك من كل كلمة Free audio post-production by alphonic.com.